عاشقی و دانایی فوق زمان اسم کردن برن اسم کردن برن kurd jindibin jindibe qatakebi ala kurdan jindibe qatakebi ala kurdan hem kurdin rengi koru şoreşin serdekün künadiyan medalişan serdekün künadiyan medalişan esnedi kurdinlerin esnedi kurdinlerin kurd jindibin jindibe ala kurdan jindibe qatakebi ala kurdan hem kurdin meryavutey müsrefin din iman u padiman her niştiman din iman u padiman kurdu kurdistan esnedi kurdinlerin esnedi kurdinlerin kurd jindibin jindibe qatakebi ala kurdan jindibe qatakebi ala kurdan lavi kurd ra kuye serfi ve şiran babı neşidekin taci cihan babı neşidekin taci cihan esnedi kurdinlerin esnedi kurdinlerin kurd jindibin jindibe qatakebi ala kurdan jindibe qatakebi ala kurdan kurdinun hep hazır u amadene can feda ne can feda her can feda can feda ne can feda her can feda. مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي بيت تي في الأكارم. يصادف اليوم أحبائي الأفاضل موعد برنامجكم حواراتنا مع يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي للأسف تنتهك يوميا في معظم عالمنا الشرق الأوسطي، وخاصة مع المكون الثاني في منطقتنا وسوريا تحديدا، وهو المكون الكردي الذي يعاني منذ قرون عديدة من أبشع أنواع الاضطهاد والتمييز العنصري الممنهج بحقه من قبل الحكام وحتى غالبية العربي والفرسي والترك، حيث ديمومة سياسة الإبادة الجماعية بحق أرض وشعب كردستان الكبرى، وما تشهده اليوم مدن عفرين ورأس العين وتل أبيض وعين عيسى في إقليم كردستان سوريا من احتلال تركي وإرهابه المبارك من قبل معظم الفصائل المعارضة وخاصة المسلحة والنظام معا. كل ذلك سنناقشه اليوم وغيرها من أوضاع سوريا تحت عنوان حقوق الإنسان بالميزان مع ضيفينا الكريمين الدكتور أكثم نعيسى، وهو محامي ورئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا المعروفة بأمارجي، ومعتقل سياسي سابق لعدة مرات وحاصل على عدة جوائز عالمية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك دكتور أكثم. أهلا بكم جميعا. ونرحب بالضيف الثاني الأستاذ حسن شيخو، وهو رجل أعمال وسياسي كردي سوري معروف ورئيس حركة الكردياتي في سوريا. أهلا وسهلا أستاذ حسن، نورتنا. أهلا بكم وبضيفك الكريم، وأتمنى لبايب تي في كل التقدم وشكرا. تسلم. الدكتور أكثم، بداية لو نعرف حقوق الإنسان أكاديميا حقوقيا، وأنت محامي وخريج حقوق، وهل هناك ما بدي أقول بينطبق في سوريا في سوريا في ما في يمكن أي حق من حقوق الإنسان مطبقة، ولكن ما نشهده في سوريا هل يتشابه أو يتطابق مع أدنى حقوق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
أول شيء مساء الخير لك ولجميع المشاهدين ولضيفك الكريم. مساء النور، شكرا. حقوق الإنسان هو كل الاحتياجات التي يحتاجها الفرد، الشخص، فرد في المجتمع، والتي يحتاجها للإبقاء على حياة كريمة كإنسان، كبشري. باختصار هذه حقوق الإنسان. هناك يقال أن هناك حقوق مكتسبة، يعني هذه الحقوق أدركتها البشرية من خلال تاريخها الطويل ومعاناتها الطويلة، سواء كانت بالحروب أو خلال الظلم الواقع على الشعوب وغير ذلك. وأيضا هناك حقوق طبيعية كحق الحرية مثلا، حق الحياة. هذه الحقوق تولد مع الإنسان. باختصار هذه هي حقوق الإنسان، والتي نظمتها أيضا يعني كل الاتفاقيات الدولية. والآن نحن نعيش الذكرى 72 يمكن لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللي اختزل هذه الحقوق ونظمها ورتبها في البيان المشهور له، والذي لا يزال حقيقة شعلة تنير البشرية الحقوقية. دكتور، الإنسان يولد حرا من بطن أمه، يعني ولكن الإنسان في مجتمعنا، في عالمنا الشرقي، الشرق الأوسطي تحديدا، حتى ولادته تأتي معسرة. فلماذا تحديدا مجتمعنا الشرقي هذا الانتهاك الكبير لحقوق الإنسان، من حق التكلم باللغة إلى حتى حق الاختيار بالاسم؟ أنا اسمي بسوريا مكتوب مسجل سليمان محمد الثاني من وين جايبي لي ما بعرف، لأنه كان اسمي كردي أنا ذاك منعوه، يعني فقره منعوه. فلذلك حتى حق الاسم ممنوع عنا. لماذا كل هذا الاضطهاد لحقوق الإنسان يعني بشكل عام؟ بعدين ندخل على حقوق الشعب والأمة. نعم. لا، يعني حقيقة قلت أنه في مجموعة من الحقوق تولد مع الإنسان، ولعل هي حق الحياة. الأمر الثاني أيضا حرية الإنسان. هلا بكل أسف يعني بالشعوب الشرق بصورة عامة، وحتى في الغرب يعني فيما مضى أيضا، يعني في القرون الوسطى في الغرب أيضا مرت بهاي عصور الظلام. نعم، عصور الظلام والقرون الوسطى، يعني كان هناك تحطيم وتدمير كل حق إنساني. لكن الغرب استفاد حقيقة من هذه التجربة، وقفز عنها وتجاوزها بطريقة إنسانية، وطريقة يعني وفرت شروط الحد الأدنى للعيش بكرامة. بالشرق بكل أسف لم يستطع تجاوز يعني هذه المفارقات، يعني لم يستطع تجاوز العقلية الشمولية، العقلية الاستبدادية التي حكمت الشرق منذ آلاف السنوات بكل أسف. يعني وأيضا يعني ربما أستطيع أن أقول أن هناك كان فكرا ثقافة سائدة. هذه الثقافة السائدة هي أسميها ثقافة الأغلبية، لكن الأغلبية يعني التي تكرر ثقافتها بالغلبة، يعني ليس بالحوار، ليس بمساواة فيما بين الأكثرية وبين الأقليات الأخرى، وإنما لا، هي هيمنة ثقافة الأغلبية على ثقافة الأقليات الأخرى الموجودة بالمجتمعات. والمجتمعات الشرقية تحديدا هي مجتمعات متنوعة متعددة الثقافات، وأيضا متعددة الأعراق أيضا. وبكل أسف يعني هذه الأقليات أو هذه المكونات الأخرى التي لا يعني لا تنتمي إلى الأكثرية لم تنل حقوق بهذا سبب هذه الهيمنة، سواء كانت سياسية أم ثقافية أم دينية أيضا أم قومية. هلا بهذا المعنى ممكن الحديث عن اضطهاد الشعب الكردي، وعن اضطهاد
الشعوب الأخرى السورية الأخرى يعني في منطقتنا، وأيضا عن شعوب أخرى في مناطق أخرى يعني من هذا الشرق يعني بكل أسف. كإبادة الأرمن مثلا. الأرمن ممكن، نعم الأرمن تعرضوا للإبادة على هذا المنطلق قبل أتاتورك. هم اعتبار طبعا. يعني وبالتالي يعني عندما تسود هذه الثقافات حقيقة لا تسود كما ذكرت على أرضية النديات والمساواة العادلة فيما بينها وبين ثقافات الأقليات، وإنما سادت فعلا بفضل الهيمنة السلطوية. وهذه الهيمنة السلطوية لم تنتج حكام أو حكومات متعاقبة حقيقة إلى أي بعد إنساني أو بعد ديمقراطي، بالعكس هي أنتجت حكومات وحكام هم في منتهى الدكتاتورية وفي منتهى القمع، وهم حقيقة يعني لم يفعلوا شيئا سوى أنهم نظموا عمليات القمع التي كان يمارسها المجتمع أو تمارسها الأكثرية بحق الأقليات الأخرى. هذا كان بكل بساطة، هذا هو الأمر ولا يزال. ونحن ننقل لكم بكل إخلاص وود تحيات الأخوة نجاح هوفك، والأخوة كثيرين يمسون عليكم بالخير ويتمنون النجاح للحلقة ولكم جميعا. أستاذ حسن شيخو، مرة أخرى أهلا وسهلا بك. إذا كما يقول الدكتور هناك هيمنة الأكثرية على الأقليات، سواء كانت أقلية قومية أو دينية أو أي إثنية يعني. هل توافق على ذلك؟ وتحديدا أنت كإنسان كردي ورئيس حركة سياسية كردية، حركة الكردياتي، كيف تعقب على ما قاله الدكتور حسن؟ دكتور أكثر معفو. أولا أهلا بك ولضيفك مرة أخرى ولكافة المشاهدين الكرام. بالنسبة لنا كالشعب الكردي كلمة الحقوق يعني كلمة غريبة في حياتنا، لم نلمسها يوما ولا نعرف شكلها ولا نمارسها ولا حتى نعرف طعمتها، لأنه لم نرى في تاريخنا وزيرا كرديا ولا محافظا ولا مدير عام ولا رئيس بلدية ولا حتى رئيس مخفر في قرية نائية. يعني تعرضنا كشعب كأفراد كمواطن سوري إلى أبشع أنواع الظلم والاضطهاد ومن أبسط الحقوق الإنسانية وهي الجنسية. هل تعني ماذا تعني الجنسية؟ إذا ما عندك الجنسية تعني أنه لا تملك حق التملك ولا التعليم ولا العمل ولا أي شيء. يعني حتى لا تستطيع أن تسجل أطفالك وزوجتك وبيتك باسمك، حتى لا تستطيع أن تنام بفندق. يعني جرائم بشعة لا يمكن تحدث هذه الأشياء بأي بقعة على وجه الأرض. يعني فالشعب الكردي تعرضنا لأشياء غريبة بالنسبة للشعوب، للمناطق، للقوميات اللي صار. يعني حتى بأمريكا، حتى كزنوج، ولا بالهنود الحمر، ولا حتى بجنوب أفريقيا، ولا حتى المجازر اللي صار بحق اليهود في ألمانيا على يد هتلر. يعني تعرضنا أشياء لا يمكن يقبلها المنطق ولا عقل البشري. يعني مثل ما تفضل الأستاذ، يعني التفرقة العنصرية بشكل يعني بغيض، المستوطنات على بين الشعب، يعني حرمان من كل حقوقنا من المدنية والسياسية والعسكرية. يعني تعرضنا بشكل ما يصور البشر من المعاناة ومن الظلم ومن الاضطهاد ومن التفرقة ومع ذلك كنا دائما متهمين
على أساس أنه نحن خطر على أمن البلاد، وحتى يتهمون بإسرائيل الثاني. يعني تاريخنا يشهد أنه نحن كنا من دافعوا عن سوريا قديما وحديثا. يعني هذا هو الواقع، وهذا ما تعرضنا عليه على أيدي هذه الأنظمة، وخاصة بعد الوحدة بين سوريا ومصر واستلام البعث والعقل الشوفيني مورست بحقنا كل ما يصور العقل البشري من المظالم ومن الاضطهاد ومن التهميش ومن يعني كنا قبل. تفضل أستاذ حسن. هنا قد يقول لك قائل سوري أنه أول رئيس لسوريا كان محمد علي عابد كرديا، ووزير دفاع يعني كان كرديا، وعدة رؤساء كرد، يعني فكيف تقول أنه لم نصل إلى حتى رئيس مخفر؟ يعني أنا قلت قبل الوحدة بالأربعينات كنا نقود البلاد. كان لنا كذا رئيس للدولة، وإلنا رئيس الأركان، وإلنا رئيس برلمان، ويعني كان لنا دور رئيسي في سوريا. ولكن بعد الاستلام ولكن خلينا بتلك المرحلة هل أولئك الكرد خدموا الكرد؟ هل كانوا يعني حكموا ككردي كمان ككرد؟ لا، بهذا التاريخ كان يعني قمة الديمقراطية والازدهار الاقتصادي والبرلمان والانتخابات والحياة كان بشكل يعني كان كسوريين يخدموا البلاد، لا يفرقون بين الكردي وعربي وسرياني وأرمني. كل الشعب كان عندهم المواطن عندهم لا فرق بينهم يعني. فهكذا كنا لما كنا نحكم البلاد، ولكن لما استلم القوميين العرب فعلوا ما فعلوا، ويشهد التاريخ على كل هذه الجرائم. يعني هون الأستاذة يسرى زبير، أستاذ عبدال تلدار، وكثيرين جدا يمسون عليكم. أستاذ حسن، نعود إليك. الدكتور أكسم. دكتور أكسم، سوريا الحديثة، سوريا بجغرافيتها الراهنة تأسست بفضل أو باشتراك كل مكوناتها. وأول رئيس شارع محمد علي عابد كان كرديا، وكان هناك مسيحي فارس الخوري رئيس وزراء، وكثيرين يعني حكموا كسوريين، لم يحكموا باسم طائفة ما. حين بدأ الوحدة مع مصر واستلام عبد الناصر ثم البعثيين وتسلق البعثيين وانقلاب حافظ الأسد ثم الحقبة الأسدية أب والابن، اختلفت. يعني كان رئيس وزراء ماليزيا قال وعد شعبه بانتخابات أنه سأجعل ماليزيا كدمشق. الآن ما هو حال دمشق؟ لماذا الشعب السوري وصل لهذه المرحلة من المآسي والآلام؟ يعني لا، بس بدي انوه على مسألة، انه الشعوب حقيقة شعوب سوريا، سواء كان أكراد الشعب الكردي ولا السوريان ولا الأرمن ولا غيرهم ولا التركمان ولا باقي الشعوب السورية، قضية الاضطهاد كما ذكرت هي يعني قبل، يعني سواء قبل هي بداية ليس فقط منذ نشوء سوريا، هي مضطهدة حتى قبل ذلك في العهد العثماني على سبيل المثال. الآن بعد نيل سوريا الاستقلال، لا أدري إلى أي حد كان استقلال ما بسميه، وبعد الثورة ما نسمى بالثورة العربية، أخذت منحى هذا الاضطهاد، أخذ منحى آخر. القضية لا تتعلق فقط باستلام مجموعة من الأشخاص بينتموا إلى مجموعة من الشعوب
صدارة الحكم أو مواقع مسؤولية. هذه مسألة جيدة، وهي تدل فعلا على انفتاح في هذا المجتمع المعني، أو خلينا نقول في المجتمع السوري. وهنا يأتي سؤال الأستاذ خورشيد عليوي، بيقول أستاذ الدكتور أكثم عيسى: علاقة الكرد بالعرب تاريخية فرضتها الجغرافيا والتاريخ المشترك. هل تتوقع تحسنا وتطورا لتلك العلاقة في المدى المنظور؟ بس خليني أجاوب على شغلة مهمة، لأنه بعدين سأتكلم عن القصد. ما قصدته، ما أريد أن أقوله، أنه القضية إذن يعني بعد تشكل سوريا بما سماها سوريا، بدأت شكل آخر من أشكال الاضطهاد للشعوب. يعني الآن موضوع سايكس بيكو على هذا، كيف تم تقسيم المنطقة. تم تقسيم المنطقة بما آلت إليه الأمور وكما نعرفها الآن. لكن على سبيل المثال، ما الشعب الكردي في حقيقة الأمر يعني بكل أسف يعني تم تجاوزه وتجاوز طموحاته بإنشاء دولة له، وتم تقسيم منطقة الشعب الكردي إلى مناطق متعددة، إلى 4 مناطق. هذه المسألة يجب الإشارة إليها لأنها حقيقة هي أس المشكلة. الآن فيما بعد بكل أسف يعني فيما بعد اضطهاد الشعوب وتحديدا اضطهاد الشعب الكردي جاءت قبل البعث، جاءت بالإحصاء المعروف يعني بمحمد طلب هلال عندما قام بهذا بنفي عشرات الآلاف مئات الآلاف من الأكراد خارج حدود الجنسية السورية. مش رأب من فكر القومي الناصري دكتور؟ نعم، لكن نعم بال 62 ومن ثم جاء البعث. القصد كان هناك اضطهاد لطموحات شعب. القضية لا تتعلق فقط بأشخاص، كان هناك أشخاص أكراد نعم كانوا وزراء، حتى بحكومات البعث كان في وزراء، بالاسم كانوا كردان، ولكن عمليا نعم. القصد أنه المسألة لا تتعلق بأشخاص بقدر ما تتعلق بمظلومية شعب وشعوب. هنا المسألة، هون جوهر المسألة. هلا بما يخص مسألة ما بعرف إذا تحب جاوب على السؤال اللي طرحه أحد الزملاء. تفضل. حول العلاقة العربية الكردية. هلا يعني خلونا نتكلم بصراحة. الآن يبدو لي أن العلاقات الكردية العربية الآن هي يعني تحت المجهر، وبالتالي هناك بصورة أو بأخرى من لا يرغب بالتقارب الكردي العربي. لا أدري إذا كان من الطرفين أم من طرف واحد، لكن بكل أسف هناك حالة من حالات الاستفزاز ما بين العرب والكرد نلحظها فعلا بالكتابات سواء بوسائل التواصل الاجتماعي. رغم أن هذه العلاقة، أنا أعتقد أن هذه العلاقة فيما إذا تحولت إلى، ويجب أن تتحول إلى علاقة إيجابية، هي لمصلحة مستقبل سوريا. لا يمكن لسوريا أن تحقق مستقبل ديمقراطي ومستقبل زاهر ما لم يتم التآلف بين شعوبها أولا، وبصورة خاصة بين الشعب العربي والشعب الكردي. هذه مسألة في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية، وأنا أعتقد هذه بوابة لسوريا المستقبل. ما لم يكن هناك تحالف أو تآلف بين الشعبين العربي والكردي لن تفتح بوابة سوريا المستقبل، وستبقى مغلقة، وستبقى أيضا أبواب أخرى هي أبواب الحرب مفتوحة ومفتوحة إلى أمد بعيد. لذلك أنا باعتقادي على الطرفين أن يعوا تماما أنه لا يمكن للكردي أن يحصل على حقوقه ما لم يتحالف مع العربي السوري العربي، ولا يمكن السوري العربي أن يحصل أيضا على حقوقه الديمقراطية ما لم يتحالف مع الشعب الكردي. هذه حقيقة يجب عدم إغفالها. الدكتور، في منطقتنا الشرق الأوسطية 4 مكونات رئيسية، يعني في مكونات أخرى ولكن رئيسية: عرب وكرد بتسلسل، يعني العدد عم نحكي عرب وكرد وفرس والترك
رغم انه الترك حديثي العهد، يعني ما في لهم كم قرن يعني اجوا، هم مجموعه قبائل من مختلف البلدان، ولكن الان تركيا امر واقع يعني. فهذه الاربعه المكونات يعني اي هضم اي حق او اضطهاد اي مكون من هؤلاء المكونات سيؤدي الى خلل ولا استقرار، ديمومه الفوضى بكل انواعها يعني. دكتور سنعود لك حول هذا السؤال. استاذ حسن. نعم. شيخو، انت رئيس حركه كردياتي، ونحن الكرد دائما في اي لقاء تلفزيوني، في اي حوار مع عربي او تركي او فارسي، دائما نشرح لهم المظلوميه ومضطهدين وحالتنا حاله. خلينا نكون واقعيين، ألم نتحمل جزء كبير ولا أقول صغير من ديمومة آلامنا؟ لماذا المكونات الأخرى الثلاثة الرئيسية في المنطقة، عرب وترك فرس، أخذوا حقوق ويتمتعون بما يتمتعون الآن من سلطة ودول، ونحن الآن وطننا الكبير مقسم بينهم يعني؟ ألم نتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية سواء كان تاريخيا وإلى هذا اليوم؟ نعم، يتحمل القيادات والأحزاب الكردية جزءا كبير في هذا المجال. كما قلت قبل قليل، المظالم التي تعرضنا لها في غرب كردستان، وكان جميع أحزاب الكردية في صمت تام دون الدفاع عن طموحات شعوبهم، ضد المظالم، ضد هالمشاريع العنصرية، ضد السياسات اليومية بحق شعبنا. كان الأحزاب الكردية لم يكونوا على مستوى المطلوب للنضال ضد هذه الأعمال الشوفينية العنصرية الفاشية. نعم، الكرد ليسوا متفقين، وهذا سبب أساسي ورئيسي، ونحن بحاجة إلى، وهذا يعود إلى السياسات التي طبق بحق شعبنا، ابعادنا عن الصحف، عن تنظيم الأحزاب، عن الإعلام، عن النوادي، حتى الفريق الرياضي منعوا عنا لنشر الوعي السياسي والفكر القومي وتنظيم الشعب. فالأنظمة لها دور في قتل هذا الروح وهذا الفكر المطلوب أنه ناضل من أجلها. عدا في عندي سؤال أحب أن أؤكد. نحن نعتبر القومية الأولى في سوريا ولسنا الثانية. لو أستعمل إحصاء سوريا، أنا في كل المنطقة، كل شرق لا من ديركا حمكو إلى درعا تلاقي العدد الأكراد مرورا بكوباني وعفرين وحتى الشام. حسن، مو أكراد، كرد، مو أكراد، كرد. أنا أقول لك شعب الكردي، الكرد. نعم. نحن لو هناك احصاء منصف، ربما نحن نكون القوميه الاولى وليس الثانيه، ولكن كما كنا نفكر سابقا في العراق نعتبر السنه هم القوميه الاولى، ولكن بعد خلع صدام وانتهاء دوره فتبين انه الشيعة هم النسبة اكبر، ربما 70%. ذلك ما أكد أيضا مصطفى جمعة السياسي الكردي المعروف، قال غالبية سوريا كمان كردا، يعني ما بعرف أنا معلومات جديدة يعني. نعم، هناك معلومات تاريخية أنا أعرف هالشيء، لهالسبب أنا أقول. وليس هذا حاليا مهم. المهم نحن بحاجة، طبعا تعرضنا إلى قتل روح الوطنية والكردية والفكر القومي والثقافة والتاريخ، يعني نتيجة هذه السياسات الشوفينية الحاقدة. حتى لم نكن نعلم عدد الأكراد في كوبانيا حتى، ولا عفرين، ولا حتى. فحاليا يتبين لنا هناك مدن كاملة كنا لم نعرفها. سلمى مثلا، مدينة أغلبها 90% يمكن أكراد كرد طبعا. فهناك ظلم، وهناك تعتيم أعلامي، هناك
يعني بحق شعبنا في كل الوسائل. لم نكن نعرف حتى باعتبار لا نستطيع لا جرائد ولا حتى الراديو، لا حتى كنا نسمع اغاني الكرديه من راديو ايريفان. لم نكن يعني محرومين من كل شيء. فهذا الظلم، فهذا الحرمان ادى الى ما نحن عليه الان. فنتمنى من الان فصاعدا في الوضع الراهن. نحن يعني كنا القوميه الاحزاب العربيه عموما، حتى النظام ينكر وجودنا، حتى المعارضه اللي هي معارضه تنكرنا، كل اعضاء القيادات المعارضه تصريحاتهم اكثر شوفينيه من النظام. فالمظالم الاحتلال التركي مع المعارضه مع الائتلاف بحق شعبنا، والانتهاكات اليوميه من القتل، من الاغتصاب، من كل شيء، يعني الظلم ما يصور الانتهاكات. لا يمكن العقل البشري يعتبر الشخص يعتبر حاله وطني معارض للنظام يمارس بحق شعبه هكذا جرائم وهكذا ظلم وهكذا الانتهاكات. فلذلك للأسف العقل العربي غير لم يتطور منذ قبل الإسلام وبعد الإسلام، ولا الإسلام لا حتى اليسار العربي يؤمن بقضيتنا، ولا حتى الإسلام العربي يؤمن بقضيتنا، وحتى القومي العربي ولا الليبرالي القومي العربي، لأنه العقل العربي غير قابل قبول الآخر. للأسف هذا واقع. حتى الشعوب العربية أسوأ من أنظمتها، يعني خلال معاملاتنا، خلال الأعمال اليومية. فما لم نلمس لحد الآن. أنا شخصيا عربي ديمقراطي يؤمن بحقنا كشعب على أرضه التاريخية، يعني يعتبرنا لما نطالب بحقوقنا كأنه إن احنا نطالب بأشياء خيالية وغير واقعية. فنتمنى من العقل العربي أن يتطور، وهذا صعب أتوقع. نحن بس بحاجة إلنا كشعب. إذا صعب ما الحل؟ يعني إذا صعب ما الحل؟ نحن مجبورين نعيش على أرض، نعيش معا يعني في أرض جغرافية بس مشتركة. ما يقبلنا. هلا في كردستان العراق هناك دستور يؤمن بعراق فدرالي بإقليم اسمه كردستان، ولكن بين ليلة وضحاها تلاقي يقول كردستان محافظة عراقية يعني، وتلاقي الهجوم على الاحتلال الكركوك واحتلال الشنغال واحتلال مناطق أخرى من كردستان العراق. ومثل ما قلنا بكردستان، بغرب كردستان تلاقي نفس الممارسات في كوباني، في عفرين، في سليكانية. يعني الشعب ما يقبل الشراكة. هذا ما سنقوله إلى الدكتور أكسم. دكتور أكسم، إذن العقل العربي أو الثقافة والفكر العربي الإلغائي للآخر يرفض الحياة المشتركة. حتى يقول لك الآن بعض الجغرافيين يعني يؤكدون أن غالبية أصلا سوريا كلها بالأصل لم تكن يوما ما عربية. العرب فقط أتوا من شبه الجزيرة العربية واليمن يعني تاريخيا. المهم، لماذا هذا الرفض للآخر سواء بالعقلية أو الفكر الثقافي العربي؟ يعني إلى متى؟ دكتور، في سوريا يعني في هون في العراق كثيرا ما ناقشت سياسيين ومثقفين عرب يعني، وفي غالبية المعارضة السورية التي ناضلنا معا يعني في 2000 في ربيع دمشق، الغالبية المطلقة ترفض حتى تغيير اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية. دكتور أكسم من الشخصيات النادرة جدا جدا، والذي نعتز بصداقتها، نفتخر فيه، ونتمنى أن يكون في مجتمع، يكون في من أمثاله في مجتمعنا السوري وحتى تماما. هلا يعني أنا آسف اسمع الحكي حقيقة من شخصيات كردية مثقفة. كلام عنصري هذا يا أستاذ سليمان. ما تفضل به الأستاذ حسن كلام عنصري 100% ومرفوض.
وأنا أرفض سماعه. لا يوجد اتهام شعوب بأنها عقل يرفض الآخر. هذا كلام مرفوض ومخالف لحقوق الإنسان. بس أليس انعكاس للواقع دكتور؟ مو هي لا النتيجة؟ هذا طبعا عم بقول لك هذا ما لا عم يجوز عم اتهام بقول لك شعوب. دكتور، غالبية المعارضة السورية طول يعني بالك، تتفق معك خليني احكي. بدك تحكي انت احكي، بدك خليني احكي، خليني. تفضل تفضل. رجاء، عندما يتهم شعب من الشعوب بأنه يرفض الآخر وأنه يظلم هذا كلام عنصري غير مقبول. هناك عرب ماتوا من أجل الأكراد، وهناك أكراد ماتوا من أجل العرب. الآن في عمليات العسكرية التي قامت بها قسد ضد داعش، كان هناك عرب يموتون أيضا. هذا كلام مرفوض تماما. لا يجوز الحديث هكذا، انه والله حتى الديمقراطيين وحتى المدري ايش، وكانك تقول انه هذه هذا الشعب العربي شعب متخلف ومدري. هذا كلام مرفوض. لا، هو حكى يا عن ريت الثقافة دكتور. يا استاذ سليمان، يا استاذ حسن، حكي يا ريت كنت تحكي سياسي، ما تحكي عواطف، احكي سياسي. اعذرني انا مضطر احكي هالكلام. هي نقطة. النقطة الثانية، القول بأنه سوريا أكراد ولا ما بعرف إيش أكراد. يا أخي، القضية ليست بالدي ان ايه، ليست بالعرق. هذه الفكرة فكرة ماتت منذ قرون. التشكل القومي على أساس العرق هذا تشكل فاشي، لا يجوز. نحن الآن بالقرن 21 بتحكي لي إنه والله فلان عرقه كردي، في عنده دي ان ايه جينات كردية، وبالتالي هو كردي. الآن القوميات هي انتماء سياسي بالدرجة الأولى، انتماء أخلاقي، انتماء اقتصادي. هناك في الولايات المتحدة الأمريكية 40% من الشعب الأمريكي الدي ان ايه تبعه هو من إيرلندا. هل نقول أن أمريكا هي إيرلندية؟ هل نقول أنه الآن في مناطق أخرى أيضا هناك شعوب الصينيين مثلا موجودين في عدة مناطق أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية، نقول والله هذه المناطق هي مناطق تابعة للصين؟ هذا كلام مرفوض، لا يجوز. تقول لي على أرضية الدي ان ايه والله هذا فلان أصله عرق. أنت بتيجي بتسأله أنت كردي أم عربي، هو يقول لك أنا أنتمي إلى العروبة. هناك أكراد كثيرون يقولون نحن لسنا أكراد يا أخي، نحن ناس ننتمي إلى سوريا، نحن سوريين بالدرجة الأولى. هذا الآن القوميات تتشكل على أرضية الانتماء الأخلاقي، الانتماء المعنوي، الأدبي، الاقتصادي، الاجتماعي. اعذرني أنا يعني حقيقة ما سمعته أدى يعني في انفعال بالمسألة، في عواطف. المظالم الكردية كشعب كردي نحن معك. أتفق معك بإنسانية الإنسان دكتور. نحن فعلا الإنسان يولد عفوا، قبل أي شيء. أتفق معك 100%، ولكن قد يجوز رد فعل قاسي ولم يقصده أستاذ حسن. يعني هذا سنعود إليه ولنقول أنه هل كلامه دعوة للعنصرية؟ لا أعتقد. لا يا أخي، يعني يفترض أن ندعو إلى حوار عربي. الشعبين الكردي والشعب العربي شعوب مظلومة، ويجب أن تتوحد، يجب أن تتآلف، يجب أن تتقارب، ولا يجب وقف هذا الخطاب الكراهية. هذا خطاب كراهية. العربي يقول عن الكردي إنه متخلف، ولا الكردي يقول العربي عقله مرجعي هذا كلام يعني يدعو إلى الكراهية. أنا آسف يعني لكن حقيقة هذا ما سننقل إليه. نعم. إلى أستاذ حسن ليوضح الفكرة. أنا لا أعتقد كان القصد دعوة للكراهية والفتنة. أستاذ حسن، ما تعليقك على كلام الدكتور أكثر؟ ردي واضح، لأنه هذا القصد اللي تكلم به الدكتور النظام يرفضها والمعارضة يرفضها، وهذا الفكر التي يطرحها قصد نفس الطرح التي يطرحها الدكتور. ولكن أنا أجيب لك مثال. أنا كنت في إعدادي، كان لدينا مختصر طبعا أحكي
كان عندنا مدرس يدرس القومية، فقال انت يعني نحن كلنا مواطن عربي سوري كنا، فانا صدفا عفويا قلت هذا غلط. قال ليش؟ قلت له انا كردي سوري ماني عربي سوري. فنتيجة هالكلام صار تحقيقات وأجهزة الأمنية مجرد كلمة كردي سوري فأنكروها. فنحن نحب يعني نتعامل على الواقع وليس على الخيال والشعارات. أن يعاني الكردي معنا الدكتور. أنا كنت من 62 أنا أجنبي، أنا محروم من كل الحقوق، من كل الحقوق محرومة. لا 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 نعم لا استاذ لا حسن، بس لا هذه فعفوا استاذ حسن هذه دعوه يعني. عفوا نحن ما يطرحوا. شفنا ال 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 الاسلام العربي، شفنا الشيوعي اليساري العربي، كلهم ينكرون حقوقنا كشعب. هذا واقع، هذا مو هذا غير خيال واقع يا ولا اخي. عم تحكي ولا عم تحكي عنصريه. انت نعم بالمريخ، عم انا تحكي. من انا احكي لم سياسي يا اخي، ارى احكي اي سياسي حزب رجاء. عربي، انا لم ارى شو حزب بتحكي لي عربي تجربتك يؤيد انت القضيه وتجربه غيرك؟ الكرديه. شو هالحكي هذا؟ يعني عفوا عفوا النظام موجود. استاذ كم حسن، محاولات، عفوا كم محاولات جرت للحوار مع النظام ينكر الحوار. كم محاولات حاولوا مع المعارضه ينكر الحقوق. قادات المعارضه كلهم باسطنبول مواقف معروفه، ممارسات على الارض، كيف يعامل المعارضه، كيف يغتصب النساء الاكراد، كيف يستولي على الاملاك، كيف يقتل النساء والاطفال، كيف القصف استاذ حسن. يومي، كيف يعني عفوا هذا واقع نعم لا يروها. استاذ حسن، هذا نعم الواقع تفضل فرض على تفضل. العربي ايضا، يعني كان اذا سلطه اجراميه، سلطه عنصريه، اوكي، بس نطبقها يا اخي على مو الشعب شرطه، كامل حتى ما الاحزاب. تتعثر. يا اخي يعني العزيز، يا اخي العزيز، هناك معارضه، هناك احزاب، هناك قوى، هناك تيارات. لم نرى تيار نعم يقبل القضيه الكرديه بشكل علني. اتحدى الدكتور انه يقول لي فلان حزب عنده موقف واضح بالنسبه للقضيه. يوما بحق التقرير الوصيل للشعب الكردي 50 الدكتور مليون أسلم كردي. عفوا احد الاشخاص الوطنيين اليوم. عفوا اخي سليمان، عفوا 50 مليون كردي محروم من اكبر الحقوق. لا عندهم لا دوله، لا كيان، لا عندهم علم، لا عندهم ممثل في متحده. يعني الشعب هذا كلام شعبوي يا استاذ، كلام شعبوي هذا. ولا اي هذا شعب، كلام هذا دفاع عن حق تحريضي، الشعب. ما تقوله اي تحريض. تحريض، تحريض يا اخي، تحريض اللي تحريض. يمارس وقف الظلم، اللي يمارس الظلم لك يا بحق عمي. ما الشعبي. حدا عم بيقول لك ما حدا ظلم، ومين عم بيحكي مجازر انه ما يوميه، ظلمتوا؟ مجازر يوميه. داعش هو يا لطيف تيار يا اسلامي لطيف. عربي. الحشد الشيعي تيار اسلامي شيعي عربي. الاحزاب القوميه العربيه كل واحد يعني. يا لطيف. طيب هذا واقع ولا لا؟ هذا دفاع، هذا واقع موجود يمارسها بحق شعبنا يوميا. العفرين انت يا استاذ حسن، انت حتى الحجر حرقوها. يا استاذ حسن، سؤالي لك. انت قريت ادبيات الاحزاب العربيه؟ قريت؟ طبعا انا واثق تماما انك لم تقرا اي ادبيه لاي حزب، لا عربي ولا غير عربي. انت فقط منساق وراء عواطفك، وراء مظلوميات. سنعود اليك دكتور بدقيقه سؤال قصير لاستاذ حسن. استاذ حسن، طبعا هدف البرنامج وهدف القناه ككل فايف تي في اللي هي تابعه للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا بالحوار هو تقريب بين المكونات السوريه بلغه الحوار، بلغه التفاهم. نحن شئنا ام ابينا بدنا نعيش معا حياه مشتركه على هذه الارض الجغرافيه، يعني سواء كانت اسمها سوريا او العراق او تركيا او ايران. فلماذا لا نرسم خارطه جديده، خارطه لفكر جديد، فكر انسانيه الانسان، فكر بناء الانسان الحر، بناء الانسان المؤمن بكل حقوق الانسان. ونحن اليوم في ذكرى 72 للاعلان العالمي لحقوق الانسان. اخي نحن اللي نتعرض للاباده، نحن اللي نتعرض للاضطهاد القومي، للمجازر كما ترى، لانكار الحقوق،
نحن تحت الاحتلال، تحت الظلم. يعني هم ينكرون حقوقنا، نحن نطالب بحقنا، نطالب بشرفاء من العرب يقفوا خلفنا، يؤمنوا بحقوقنا، يضغطوا على الأنظمة، ولكن للأسف لحد هذه اللحظة لم نرى. سنعود إلى لغة المطالبة. بعد في سؤال كان للدكتور أكسم من أخ أنه لو يسأل الدكتور أكسم لو كنت رئيسا لسوريا. الدكتور وهاج جمكاري يسأل لو كان الدكتور أكسم رئيسا لسوريا هل كان سوف يعترف بحقوق الشعب الكردي في سوريا؟ أنا منذ 30 عاما أقول أطالب بحق تقرير مصير الشعب الكردي. صدقت تماما. لن أقول أكثر من ذلك. وأنا لذلك قلت الله يكسر من أمثال الدكتور أكسم في مجتمعنا الإنساني ككل. إن شاء الله موجودين كثير. يعني الآن يا أستاذي الكريم، يا أستاذي الكريم، يعني أنت تفضلت بكلمة. في حتى تعرف ناس هون في هذا البرنامج رفضوا مجرد النشيد الكردي اللي هي قناة، يعني قناة كردية نشيد أي رقيب. نحن نبتدأ برامجنا في أحد الضيوف نكون له كل الاحترام وصديق عزيز وغالي، وأنا استغربت حين رفض بداية بالنشيد الكردي يعني. نعم أنا قلت هناك حساسيات واستفزازات بين الطرفين. مهمتنا نحن أن نلغي خطاب الكراهية. بالتأكيد هي مهمتنا. لا يمكن لسوريا أن تكون، لا، هي مسألة أنا أعتقد أنها باتت جازمة. الأكراد في سوريا لا يمكن لهم أن يصلوا إلى حقوقهم ما لم تكن سوريا بكاملها سوريا ديمقراطية، وسوريا لن تكون ديمقراطية ما لم يتآلف الشعبين الكردي والعرب. أما الاتهامات، هذه الاتهامات المبنية على مظالم، على عواطف شخصية، تجارب شخصية، إنه ظلموني وعلموني وطعموني ومشربوني ما بعرف إيش، هذه مظالم يجب تجاوزها. نعرف، جميعنا يعرف القاسي والداني ما تعرض له الشعب الكردي من مظالم، وما تعرضت له أيضا الشعب الأرمني وغيرها من الشعوب. نعرف، ما حدا لا أحد ينكر ذلك، العربي المتطرف ولا العربي غير المتطرف. اسأل يا أخي حتى القوميين يقولون نعم الشعب الكردي تعرض للمظالم، لكن لا، ما يذكره الأستاذ حسن حقيقة خطاب كراهية، هي محاولة فقط تحريض على بين شعبين. هذا لا يجوز، لا يجوز. دكتور هذا نابع من رد فعل. يعني أنا أذكر رد فعل، هذا رد فعل شخصي. أنا كنت أفترض من الأستاذ حسن أنه شخصية سياسية ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى وقائع الأمور، كيف يمكن أن نتجاوز هذه المحنة، كيف يمكن أن نتجاوز هذا الخلاف الموجود. أكيد أنا معك من الحوار ومن العقلانية السياسية وغير ذلك. نتفق معك دكتور، بس ولكن من أصل 400 مليون عربي حينما بلحظة من اللحظات حلبجة أبيدت أحرقت بالكيماوي، نعم لم نجد 40 شخصا عربيا قام في مظاهرة. يا أستاذ الكريم، هذا الفعل الغوطة أحرقت بالكيميائي أيضا، الغوطة أحرقت بالكيميائي. هذول كانوا عرب، هذول عرب. تماما يعني المظالم على الجميع. حتى في أربيتا ظهرنا دكتور، حتى في أربيتا. نعم صح، هذا الكلام صحيح. أنا قلت هناك مظالم لا أحد ينكر، لكن يجب أن لا نبدأ من المظالم حتى يعني إذا كنا نريد أن ندخل بطريق صحيح، طريق من أجل مصلحة الشعب الكردي ومصلحة الشعب العربي، علينا أن ننطلق، نفتح صفحة الآن ونقول يا جماعة، لا الكرد رح يحققوا مطالبهم ولا العرب رح يحققوا مطالبهم ما لم يتآلف الشعبين الكردي والشعب العربي والشعب السوري تحديدا. السوريون، هناك سوريون، هناك عرب وهناك سوريون أيضا، هم ليسوا عرب. هنا في سؤال جدا مهم من أستاذ محمد محو بيسألك بيقول دكتور أكسم، باسم الدين وباسم الديمقراطية وباسم الاشتراكية والآن باسم حقوق الإنسان يتم حرمان 50 مليون كردي من حقوقه أسوة بغيره من شعوب العالم. نعم يا أخي، صح هذا الكلام، صح. نعم، يعني الآن أنا محروم، 50 مليون محروم من حقوقه.
هل يستطيع أن يصل إلى هذه الحقوق بالعداء لجميع شعوب العالم؟ بالتأكيد. هل يستطيع الكرد أن يحققوا الآن مصالحهم وطموحاتهم كشعب بالعداء للشعوب العربية الموجودة في المنطقة؟ أكيد لا، أكيد لا. أكيد يعني لا. لا أحد ليس هناك خيارات، ليس هناك خيارات. أصبح العالم قرية صغيرة، لا أحد يستطيع إدخال آخر. يعني القصد لا يمكن للكرد أن يصلوا إلى مطالبهم إلا بالتعاون مع الشعوب الأخرى. ما ممكن. بدهم يعيشوا معنا. أنتم بالنهاية وين بدكم تعيشوا؟ بدكم تعيشوا معنا، مع العرب ومع السريان ومع الأرمن ومع الفرس ومع الأتراك ومع كل هدول الناس. هي منطقتكم، هي الجغرافيا تبعكم. ما بتشيلوا الجغرافيا وبتحطوها بالقمر مثلا. سنعود إليك أستاذ حسن ثواني. أستاذ حسن، تفضل. هل لديك تعليق على كلام الدكتور؟ أنا وهناك طبعا سؤال مهم أنا جدا. أسأل. وسؤال مهم أنا جدا، أسأل. بس قبل ما تتفضل يعني دكتور، لنعود إلى تاريخ الشعوب كلها. يعني هناك عنصريين من كل المكونات العالمية يعني. ولكن رسالة الدكتور أكسم ورسالتنا وثقافتنا الكردية دائما نؤمن بأن نأخذ العبر من الماضي حتى لو كان أليما لنصنع مستقبلا زاهرا. يعني دكتور، يعني البكاء على الأطلال والعرب عملوا كذا والترك عملوا كذا ليس الآن هذا مهما. نحن عرفنا من أظلمنا، ولكن المهم أو الأهم لماذا لا نستطيع إخراج أنفسنا من هذه القوقعة لنكون ضمن ثقافة واحدة، لنكون ثقافة نحن نخلي الآخرين يأمنوا فيها. نعم، ثقافة الأرض للجميع، الوطن للجميع. يعني لماذا أنا ثقافة أجبر بتلك الثقافة بتلك العقلية أجبر العربي أن يعترف بحقوقه؟ الحقوق لا توهب، إنما الحقوق تؤخذ. نحن نأخذ حقوقنا بفكرنا، بفكر ثقافي إنساني، بفكر بثقافة، وليس بالشتم والاتهامات والتخوين الشعوب. أريد أن أقول كلمة واحدة فقط أستاذ. القضية يعني كما ذكرت، يعني من المهم جدا أن نبدأ من جديد، أن لا نعيش على عواطفنا اللي وذاكرة مؤلمة تعود إلى مئات السنوات والعشرات السنوات. هذه إذن علينا أن نبدأ من نقطة مهمة جدا، وهي تشكل انعطافة. الآن يعني أنا سأقول لك، عندما بدأنا نحن لجان دفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا الكلام من 30 سنة. من 30 سنة قلما كانت هناك أحزاب عربية تتبنى حق تقرير مصير الشعب الكردي. كان هناك حزب واحد فقط، وإلى الآن حزب العمل الشيوعي. الآن لا، معلش، تفضل اقرأ أدبيات الأحزاب الموجودة الآن. هناك العديد من الأحزاب العربية تتكلم عن حق نعم. يعني إذا أحببت ممكن أن نتكلم الآن. هناك مجموعات كثيرة ديمقراطية تتكلم عن حقوق الشعب الكردي بدون أي مواربة. وهناك مثل عادة أيضا. سنعود إلى هذا الموضوع دكتور. يكمل الأستاذ حسن، وأسفين قطعناك أستاذ حسن. لا ولا يهمك. نحن نحاول بس نقرب وجهات النظر فقط. تماما بالتأكيد. بالنهاية غاية قصد الدكتور هو يعني بناء ثقافة جديدة، ثقافة عفى عليها الزمن كما يقولون. يعني خلينا نبني ثقافة نستطيع من خلالها ننال حقوقنا وليس نستجدي. نعم، هذا كلام صحيح. أستاذ سليمان، تفضل. خلينا نكون واقعيين مو خياليين. فمع من نحاور؟ النظام يرفض الحوار مع الكردي، المعارضة يرفض الحوار مع الكردي. نحن ضحايا الشوفينية والعنصرية والاستيطان والمظالم من كل حدب وصوب. فهذا واقع
لحد الآن لدينا أكثر من 50,000 مواطن كردي محروم من الجنسية. لحد الآن مستوطنات موجودة على أرضنا، على صدورنا، على أملاكنا، على كل شيء، لا زال موجود كل شيء. لا زال نحن محرومين من كل شيء أبدا، لا عنا من كل حقوق الإنسانية. فهذا واقع مع من نحاور يرفضون الحوار بكل أشكالها، يتهمون بالعمالة يوميا. التلفزيون السوري يتهمون قسد بالعمالة لأمريكا. لهم الحلال اتفاق مع كل العالم، ولكن حرام علينا. أستاذ حسن، في أخت فاطمة في هذا السياق تسألك وتسأل أيضا الدكتور: ما هي الحلول المناسبة لحل إشكالية عدم تقبل الآخر في المجتمعات المتعددة القوميات بحسب الدكتور أكسم؟ وما هي الآلية لتطبيقها على أرض الواقع؟ يعني كيف بدنا نقبل بعضنا إذا مورست هذه الثقافة، هذه العقلية؟ أخي، ثقافة، أنا قلت وأكرر، هناك ثقافة، هناك عرس، هناك ما يقبل الآخر، فكر إقصائي، فكر إنكار الآخر، فكر العنصري، يعني يعتبر حاله مثل ما ما السبيل؟ ما السبيل؟ كيف أنت مجبور تعيش معه؟ كيف إذا هيك كيف بدك تعيش معه وتأمن حياة آمنة مستقرة؟ أنا كشخص سياسي أنا مع تدوير القضية الكردية. أنا لا يمكن أبدا يقبل العقل العربي، أنا أكرر، لا عقل عربي ولا تركي ولا الإيراني يقبل بحل القضية الكردية حلا سلميا ديمقراطيا عادلا. لا يمكن. هناك حتى لو قامت الدولة الكردية، حتى لو قامت بدها تكون بالمريخ، بدها تكون في المنطقة، بدها تكون جيران العرب وتلك الفرصة. أنا مع تدوير القضية الكردية، تدوير القضية الكردية، هذا هو الحل. أما بالنسبة للحوار، للمفاوضات، للأخذ وعطاء، من 61 حوارات موجودة في كردستان العراق مع النظام العراقي، مع كل الحكومات العراقية، وحتى هذه اللحظة لم يتفقوا. هناك دستور، لا يعترفون بالدستور. كل القيادات العراقية لا يؤمنون بالفيدرالية للعراق. فهذا هو عقلية، هذا هو ثقافة، هذا واقع. لا نحب الشعارات والكلام نحن نتعامل مع واقع. نحن الشعب حاليا نحن تحت الاحتلال السوري واحتلال التركي معا في عفرين، في كوباني، في سريكانية، في كل مناطقنا. يوميا 20,000 شاب كردي استشهدوا دفاعا عن سوريا، دفاعا عن ضد الإرهاب، ومع ذلك نتهمون بالخيانة. فهذا هو المنطق. نتعامل، لازم يكون عندك شريك يقبل الحوار. أسأل الدكتور: مع من نتحاور؟ مع من نتحاور؟ دكتور تفضل، دكتور أكسم تفضل. يا رجل والله حكي كانوا بالمريخ يا زلمه. يعني يا عمي، بالائتلاف يوجد أكراد، يوجد كذا حزب، مجلس وطني بالائتلاف، معارضة بالائتلاف، يعني ما في أعراض. قصد وبشمال شرق سوريا أليس هناك مسد هو ائتلاف عربي كردي ومكونات أخرى؟ تقول لي لا يقبلون، لا يقبل. مين لا يقبلون يا زلمة؟ فتح عيونك كويس معلش. أخي، المعارضة لك أي معارضة يا زلمة؟ هاي الائتلاف، جبنا لك مثال الائتلاف. أعمال المعارضة في كردستان يا أخي على عيني أعمال معارضة، على عيني على عيني. جرائمها، يا زلمة، يا زلمة معصب بدك وحتى في القصد هناك قصد اصلا ليست قوات كرديه، قوات سوريا ديمقراطيه. يعني طبعا سوريه، بتقول لي العقل السوري واحتلال السوري والقصص. هذا شو هذا؟ اخي سليمان، من يقبل المعارضه لقصد؟ من يقبلها؟ انا اسالك سؤال. نظام يقبلها يتحاور معها؟ يا اخي النظام هو سوريا، النظام هو سوريا. نحن كل الشعب السوري ضد النظام. المعارضه من هي؟ هناك 13 اكثر من 20 حزب بين عربي ومكونات اخرى موجوده بمسد. تقول لي مين وما مين والقصص هي وما بعرف ايش. يعني معلش، يا ريت تطلع على الوضع في سوريا قبل ما تحكي. بتمنى ذلك يعني، وبترجاك. دكتور خليني اسالك سؤال حقيقي. نحن واقع دكتور، انت انسان علماني ودكتوراه بالحقوق، يعني ما بدنا نعيش بمجتمع مثالي او جمهوريه افلاطونيه. نحن واقع دكتور. انا كنت من مؤتمر انطاليا الى كل المؤتمرات اللي صارت، طبعا بعدين انسحبنا يعني.
الكردي الآن اللي في المجلس الوطني الكردي اللي في الائتلاف ليس له لا حقوق نهائيا. حتى يعني اللي مع النظام في أعضاء مجلس الشعب كردا، ولكن دكتور هؤلاء ليس لهم كلمة مع النظام، يعني الكل ما له كلمة غير آل الأسد تحديدا يعني. طبعا. دكتور السؤال جريء من أستاذ حسن أنه بدنا نتحاور مع من، يعني قليل جدا. أعطيني كم دكتور أكسم، كم واحد مثل الأستاذ أكسم بالمجتمع السوري. للأسف خلينا نكون واقعيين، يعني بين العربي والكرد كم أكسم موجود عندنا؟ خلينا نكون واقعيين. يا أستاذ نعم الكلام صحيح إلى حد ما صحيح، لكن يعني هلا هذا السؤال لو سألته قبل 20 سنة كان صحيح. الآن حقيقة في تحول، يعني بغض النظر الآن قلنا أنه في حالة من حالات الحساسية القائمة الراهنة يعني بين الكرد والعرب، مفهومة، لكن هي أنا باعتقادي حالة عابرة، لأن الطرفين فيما بعد الشرط الموضوعي، شرط الحياة المعيشة، سيفرض على الطرفين أن يقبلا بعضهم البعض، مو على كيفنا. يعني هذا العربي اللي عم بيسب هلا بعد شهرين 3 سنة سنتين هو مضطر إجباري عنه يمد إيده للكردي. أنا سأراهن يعني بس خليني نكمل. ليست هناك خيارات أمام الطرفين، ما عندنا خيارات تانية، بدنا نعيش مع بعض. هاي نقطة. النقطة الثانية، بدي افترض هلا انه نحن فكر الاستاذ حسن انتشر بين الاكراد، هو دعوة للحرب. هذا الفكر هو دعوة للحرب لرفض الآخر، دعوة لرفع الظلم، عفوا دعوة لرفع الظلم. مين انت بدك ترفع الظلم؟ كيف بدك ترفعه؟ شو الآلية بدك ترفع فيها الظلم؟ انك تدعو الى مجتمع ديمقراطي، الى دولة ديمقراطية، هيك ترفع الظلم. ما بترفعها بالحرب، بتقول هذا الشعب اللي هذا الشعب حليفك بده يكون. دكتور خلينا نكون واقعيين، لنترك الكرد على جنب. هل العربي السني يقبل العربي العلوي؟ صار مشكلة دم يعني. نحن اترك، ممكن الكردي والعربي يتفق، اوكي ممكن يتفقوا مع الايام، ولكن نحن اصبحنا في سوريا، في العراق الان، انا في اربيل يعني في العراق الان، على اساس حكم ديمقراطي وعلى اساس حكم ما بعرف شو، قطعوا الرواتب في اتفاقيات، في نظام دستوري، نظام استاذ سليمان. الرواتب الموجوده بشمال شرق سوريا من وين؟ بالرقه. كيف؟ الرقه رواتب الموظفين بالرقه من وين؟ لا انا عم بحكي عن حاله العراق يعني مثال. لا انا عم بحكي عن سوريا. شو بدي بالعراق؟ انا عم بحكي عن سوريا. لا هلا اذا بدك، هلا انا ما بدي يا استاذ سليمان. اداره ذاتيه لم تقل عن نفسها يوما ما انها كرديه يعني، انما حتى حزب PYD حزب وطني سوري وليس كردي يعني. نعم هو حزب وطني سوري، هذا الكلام الصحيح. ما يجري هو الكلام الصحيح، اننا سوريون نحن صحيح، يجب ان نقاتل من اجل سوريا ديمقراطيه. نتخلى عن كرديتنا، هذا صحيح بمنطقك يا اخي. مين قال لك تتخلى عن كرديتك؟ مين اللي لما تقول هذا صح؟ لما تقول حزب الاتحاد في سوريا الوطني تقول صح هذا. يا استاذ حسن، في سوريا 110 احزاب كرديه، بتقول لي تتخلى عن كرديتك؟ 110 احزاب كرديه، بتقول لي تتخلى عن كرديتك؟ ما بصير. لا في احزاب، اوكي في احزاب وهميه فيسبوكيه ما كنا، بس انا يا اخي شيل 50 حزب، شيل 50 حزب تماما 50 60 حزب. في حاله سياسيه عم بيعيشوها الاكراد، وهذه الحاله يجب ان تتلاقى مع حالات اخرى. يعني الان اذا تم تدوير القضيه الكرديه، ما هي مدوله؟ ما الامريكان اللي بدهم يدولوا القضيه الكرديه عم بيبيعوا ويشتروا بالاكراد. مين اللي سمح لتركيا تاخذ عفرين وتاخذ هنا سكت النظام وسبق لها المعارضه نعم هذا القصد، انه كل من هي من الدول الغربيه التي ستنقذ الشعب الكردي. بس اشر لي على دوله واحده. انا واحد من الناس لا اعتبر انه المنقذ الا هو نفس الشعب، يعني من لا ينقذ نفسه لا منقذ له يعني. طيب واذا كان الشعب الكردي فقط لا غير يريد ان ينقذ نفسه،
هذا يعني أنه سيحارب كل الشعوب اللي حواليه. لا أدعو للمحاربة، هيك للمنافسة بالفكر بالثقافة نعم، هذا الكلام صحيح، بالحوار وبالفكر وبالثقافة. وأستاذ ونترك حسن يقول ذلك. المظلوميات هناك. معلش أستاذ حسن، كما تقول أنه أنت تعرضت للاضطهاد، أنا أسأل الآن السوريان والأرمن، يقولون الأكراد قتلونا، يقولون هناك العثمانيين استخدموا الأكراد في قتلهم. هذا الخطاب موجود لدى الأرمن وموجود أيضا لدى مكونات أخرى سورية. ماذا ترد على هذه عندما أصغي إلى هذه المقولات من الأرمن والمقولات من الأكراد، لا أسمع إلا صوت الحرب وصوت الدعوة للكراهية. كما تقول أنت أنك ظلمت، هناك من يقول أنك أيضا ظلمتهم. في دكتور محمود عباس يقول أخي سليمان: الشعوب وبينهم الكرد ضحايا أنظمة وقوى سياسية. خطاب السيد أكثر منطقي. دكتور أستاذ حسن، هذا الدكتور محمود عباس شخصية سياسية كردية ويقول ذلك. أخي هلا بالنسبة للشعب الكردي، شو الحل بالنسبة لنا نتعامل؟ كيف الطرق طالما أبواب الحوار، الإنكار موجود، إقصاء موجود، حتى ممنوع التكلم بالكردي موجود، حتى الاستيطان والظلم وأسماء وتعريب المناطق، كل شيء هلا موجود على قدم وساق ولا زال يمارس يوميا. فلا ليس أمامنا الخيار إلا أن نناضل. لا، أمامك خيار آخر. عفوا، أمامك خيار آخر. طلب المقابل لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالأخوة، ولا نحن من 61 طالب بالأخوة العربية الكردية، ولكن طالب بالحوار الديمقراطي. نحن نطالب بالوطنية والحل الوطني، ولكن لم نرى أي تجاوب من الأطراف العربية ومن الأحزاب العربية عموما. نعم أستاذ حسن، هذا البرنامج هو للحوار، والآن دكتور أكسم يعترف بحقوقك، هو من أخي أنا مشكلتي ما مع الدكتور. أخي مشكلتي مو مع الدكتور. ابدأ بالحوار معه، ابدأ بالحوار معه، لتكن أنت كردي وهو عربي. ابدأ بالحوار. أنا سوري، عفوا أنا سوري مو عربي. سوري. أنا من غربي، وأنا من غربي كردستان. أنا من غربي كردستان، وطني مقسم ومحتل من قبل 4 دول. ولكن الآن يعني بحكم الأمر الواقع، جغرافيا الواقع، أنا وأنت والكل سوريين أستاذ حسن، يعني نعم قضيتنا متعلق نعم قضيتنا موجودة في دمشق. نحاور، نحن أبوابنا مفتوحة، ندق الأبواب ليل ونهار، نطالب بالأخوة، نطالب بالحوار، نطالب بالديمقراطية، نطالب بحقوقنا، ولكن لا يسمعون أحد. كلهم يذكرون وجودنا. إذا أنت ترفض هلا، إذا أبدأ من الآن من هذه النقطة مع هذا الشخص الكريم الذي يدعو إلى الحوار، أبدأ معه، يعترف بحقوقك، ينادي بحقك في تقرير مصيرك، ينادي بحق تقرير مصير الشعب الكردي. أنا أشكره وأتمنى ملايين نفس العقلية ونفس التفكير ونفس المستوى الثقافي والوعي. نحن مع هذا طلبنا. نحن مع حقوقنا كشعب، تعداده 50 مليون. يعني على أرض تاريخية، على أرضنا التاريخية. نحن ضد الإحصاء، ضد الإنكار، ضد المستوطنات. نحن مع حقوقنا كاملة كأي كشعب العربي. نحن مع حقوقنا، كل من يطالب بحقوقنا يقف معنا نشكره ونعمل أوثق العلاقات معه. ويجب أن نبدأ معه الحوار لكي نقضي على كل فكر عنصري شوفيني. نحن مع الحوار من 60 سنة. نحن نطالب بالحوار، نحن نطالب بالأخوة، نحن نطالب بالديمقراطية، نحن نطالب برفع الظلم، برفع الاضطهاد، إلغاء المشاريع، إزالة عنصرية. هاي المشاريع اللي بحقنا ما مارس بحق أي شعب. نحن اللي نعاني، نحن اللي نكوي بنار هذا الجرائم. فنتمنى من كل الشرفاء يعني يقفوا معنا، يساندوا قضيتنا، يكون صوت حق معنا. يعني هذا هو هدفنا، هذا هو مطالبنا. أنت والدكتور أكسم من هذه اللحظة، من هذه الشاشة، من هذه القناة التي هي قناة تدعو إلى
إعلاء مجد الكلمة بالكلمة الحرة نصل إلى الحياة الحرة يعني. دكتور أكسم، نعود إليك. سؤالي قبل الأخير دكتور أكسم، لنكن واقعيين، قبل قليل ذكرت ذلك. المجتمع السوري بعد هذه الكارثة أو ذلك المأساة التي لا زلنا لهذه اللحظة نعيش خيباتها وآلامها، أصبح من الصعب جدا أن يقبل العلوي سني والسني علوي والكردي عربي هذا يعني للأسف كرس هذا الفكر العنصري، كرس هذا نتيجة سيادة الفكر الشوفيني العنصري اللي الحاكم منذ عقود يعني، وتحديدا منذ أيام عبد الناصر لهذا اليوم. هذا أصبح ثقافة بحد ذاته، ثقافة إلغاء الآخر، ثقافة قمع الآخر. الآن شيلك من الكردي والعربي، المسيحي والمسلم لا يقبلون بعضهم ببعض. السني في منهم داعشي، في منهم إخوانجي، في منهم يعني حروب طائفية للأسف كثيرة ساحتها سوريا. لا يا أستاذ سليمان، يعني كيف بدنا نتخلص من هالشيء هذا؟ كيف بدنا نبني سوريا التي ننشدها أنا وإياك وكل أحرار؟ يعني أنا أريد أن أقول شيء، أنه يعني سأنطلق من واقع معاشي، من شرط وجودي يقول أن المجتمع السوري مكون من هذه المكونات، وبالتالي لا يمكن لمكون واحد أن يعيش بعيدا عن باقي المكونات، لا يمكن، من المستحيل. أنا من هذا المبدأ أنطلق. لكن الآن الآن هذه الفكرة التي تفضلت بها أن هناك حالة من حالات الشرخ الاجتماعي والطائفي الموجود في المجتمع، نعم، لأنها حالة استثنائية. المجتمع السوري الآن لا يمكن أن تطالبه بقضايا حدية جازمة، إنه تقول يا بتوقف معي يا بتوقف ضدي. الشعب السوري مذبوح، كله مذبوح الآن بحالة غير مستقرة تماما، يعني لا عاطفيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا حتى معاشيا، كله مذبوح. هل تطالب شخص مذبوح وتقول له تعال ضبط وضعك أنا مظلوم بدك توقفني؟ يعني كلام فوق الأساطيح هذا. لكن نعم يخرج من هذه القوقعة. نعم سأقول لك، أنا أعتقد بناء على الشرط اللي تكلمت فيه بداية، أن هناك مبدأ أساسي أنه لا يمكن لمكون واحد أن يعيش بعيدا عن باقي المكونات في هذه الجغرافيا اللي اسمها سوريا. من هذا الشرط، من هذا المنطلق، أقول أنه فيما إذا تم تغيير النظام السوري، لا أقول أنا إسقاط نظام وغير إسقاط النظام، المسألة ليست بهذه الحدية وليس بهذه الكارثية الدراما يعني. لكن من المهم جدا، ليس لدينا أي خيار آخر سوى إدخال سوريا في بوابة الديمقراطية. ما ممكن لهذه المكونات أن تعود مرة أخرى إلى الاجتماع على أرضية أولا ما وطنية وليست على أرضية عشائرية أو دينية. ما يجري الآن في سوريا من مشاعر الغضب، مشاعر الكراهية، مهمتنا نحن كمثقفين التخفيف من هذه المشاعر، واحد. اثنين، أيضا فيما إذا دخلت سوريا في رحاب الديمقراطية، أنا أعتقد ستتبدل كل مشاعر الكراهية الموجودة الآن، وستفرض المعيشة، الحياة المعاشية ستفرض وجودها وشروطها على كل المكونات السورية. وأنا أعتقد لا يوجد مخرج آخر، لا يوجد لدينا مخرج آخر إلا مزيد من الحروب فيما بين القوميات، مزيد من الكراهية. هذا خيار وهذا خيار، وعلينا أن نختار ما بينهم. أنا أختار هكذا أن نناضل جميعا
أكراد وعرب وسريان وأرمن وإلى آخره وشركس وتركمان من أجل سوريا ديمقراطية. عندما تسود الديمقراطية وتهيمن الديمقراطية على سوريا ستحل كل المشاكل بما فيها تلك المشاكل المبنية، تلك الأفكار والثقافات المبنية على الكراهية، ويتم فعلا وتكون هناك خطوة أمام سوريا جديدة مبنية على التسامح والمحبة ونسيان الماضي. هذا ما نريده ونبغيه، ويجب أن نقاتل من أجل أكراد وعرب وغير عرب وسوريين. في مصطفى علي جان بيسألك دكتور، بيقول تحية لكم جميعا. سؤال للأستاذ أكسم: هل يمكنك اختيار مجموعة من المفكرين من أمثالك من العرب لبدء حوار حقيقي ديمقراطي مع مفكرين ممثلين للشعب الكردي والاتفاق والتوافق على حلول، مع العلم أن الحل على ما يبدو هو خارج عن إرادة الطرفين؟ يا سيدي هذا الكلام كثير مهم، ما بعرف مين قاله، لكن أحييه على هذا السؤال حقيقة جميل. مصطفى علي جان: يا سيدي يعني مشكور على هذا السؤال، هو سؤال مهم. أنا من جهتي مستعد، وأنا أعتقد أنه ممكن يعني هناك كثير من المثقفين ومستعدين أن يخوضوا هذا الحوار، مستعدين فعلا. ونحن كأعضاء كل مؤسساتنا، أعضاء الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكل في سوريا بكل مؤسساتنا، نقف معكم مع أستاذ حسن لنبدأ هذا الحوار. أستاذ حسن، سؤالي قبل الأخير أيضا لك. الدكتور يطرح أنه بالديمقراطية بالفكر الجديد يجب سوريا لكل السوريين يجب أن نبني فكرا وثقافة جديدة حتى نبني وطنا جديدا. ما تعليقك؟ أخ سليمان، أنا إنسان واقعي، ما أحب الشعارات والكلام غير منطقي. أنا الشعب، عندي حقوق، عندي قضية، أنا أطالب بحقي. قبل ما لا يهمني متى ما يكون العربي يكون ديمقراطي، لا، قضيتي ليس مرتبط بديمقراطية العقل وبعقلية متى يتطور ومتى يصير ديمقراطي وبعد الديمقراطية يعطيني حقوقي. هذا شيء غير واقعي بالنسبة لي. أنا مع حقوقي، أنا أطالب بحقوقي. كيف يكون النظام؟ لأنه من 58 من أيام الوحدة لحد الآن نتعرض لكل هالمظالم وهالمجال وهالإنكار وكل شيء يعني اللي تلاقي الموجودة على أرض الواقع. وهذه الساعة وحتى هذه الساعة نتعرض للقذائف من المعارضة السورية بمدننا وقرانا ومناطقنا ويقتل أهلنا. وحتى هذه اللحظة النظام يرفض أي تعامل معنا ويتهمنا بالخيانة فلذلك أنا الشعب لدي حقوق. كل من يعتبر حاله ديمقراطي يجب عليه أن يقف معي ويطالب بإنصاف الشعب. إذا عم ترفضني كيف بدي أوقف معك يعني؟ أنا لا أرفض أنا لا أرفض الديمقراطية. هلا عم تحكي، هلا من شوي أنت تقول لا بيهمك الديمقراطية ولا بيهمك نعم أنا عفوا ممكن تقول لي شو الطريقة اللي بدك توصل فيها حقوقك؟ خليني أخدمك دكتور. أنا قضيتي مو قضية كما يعتبر بعض اليساريين الكل حتى نفس العقلية، ولكن أنا أختلف معهم. أنا عندي قضية، عندي مطالب، عندي حقوق. أنا كشعب مختلف عن الشعوب الثانية، أطالب بحقي بأي طريقة بأي وسيلة ممكنة، ولكن لا أرتبط مصيري بالفكر اليساري ولا بالديمقراطية ولا بالعلمانية ولا بأي. فنحن نترحب بكل الديمقراطيين والعلمانيين يقفوا معنا، يساندونا، يعملوا جبهة الضغط على الأنظمة العربية أو الظالمة بحق شعبنا. نحن نطالب بدعمكم، ولكن قضيتي ليس مرتبطة مع ديمقراطية في أي جزء من أجزاء كردستان. لأنه هناك أنظمة، مثلا النظام التركي يعتبر نظام ديمقراطي، هو بالنسبة لشعبه كانتخابات يعني معروفة يعني كنظام التركي كنظام علماني، ولكن في إيران نظام إسلامي، وفي سوريا وعراق نظام قومي. ومع ذلك نحن مثل ما قلت قضيتنا قضية شعب له حقوق، نطالب بحقوقنا ونطالب بالديمقراطيين العرب أن يساندونا. هذا هو المطلوب. يعني صندوق يعني تكبس زر بصندوق مثلا؟
هذا أستاذ عايد لك، هذا عايد للثقافة أستاذ دكتور مو كتاب أكسم، الكراهية. نعم. بتذكر القائد الخالد ملا مصطفى بارزاني وقت قام بثورة أيلول قال الديمقراطية يعني طالب بحقوق الشعب الكردي، ولكن ضمن أساس النظام الفيدرالي، النظام الاعتراف، المعاملة بالمثل، نعم، هذه الحق واقعية المتكافئ، سياسية، واقعية سياسية. يعني ما الحق قاله. المتكافئ نعم. والتكافؤ في الحقوق. الآن تكافؤ بالحقوق، أنه طالما أنت عندك كعربي لك دولة، لماذا أنا ككردي ليس لي دولة؟ يعني فيجب أن نكون واقعيين، نعترف. أنت يعني إذا لم تساندني في أن لا أقول تمنحني الحقوق، لا تمنح الحقوق، لا توهب، يعني الحقوق تؤخذ. طبعا أول شيء أنا أوافق أستاذ حسن، ولكن لنبدأ من أنفسنا نحن الكرد. أول شيء خلينا نؤمن كلنا بهذا، بما فضلت به، بما آمنت به، وبعدها نطالب أخي العربي ونطالب بالشركاء الآخرين، يعني اتفق معك. بالوطن. نعم. يعني تماما. فالدكتور أكسم، يعني خلينا نكون واقعيين. يعني إذا لم أنا الحقي مثلك كدولة لي دولة اسمها كردستان، أعطيني حريتي، خلي يكون عندي دولة اسمها يوم واحد جمهورية كردستان المستقلة، بعدها أنا أعمل معك اتحاد اختياري بإرادتي، اتحاد شرق أوسطي، اتحاد عالم كبير. نعم العالم أصبح منظومة اقتصادية، الدول تبنى على أسس اقتصادية الدول، ولكن خليني أول شيء ككردي، إذا لم يكن عندي دولة، يعني نقول اتحاد اختياري بيني وبينك، أنا أعمل بإرادتي دولة كردستان مع دولة عربستان، سوريستان، عراقستان. شو رأيك دكتور؟ هلا بالنسبة لي أنا لو كان الأمر بيدي لكنت أعطيت يعني سمحت بقيام كردستان الكبرى، كان أمر بيدي. لكن هناك شروط سياسية أكبر مني وأكبر من الشعب الكردي وأكبر من الشعب السوري وأكبر من الشعب العربي. هذه الشروط تديرها قوى عظمى وسياسات واستراتيجيات كبرى، لا أنا ولا بشار الأسد ولا الائتلاف ولا هذا أردوغان ولا من كل القصص، ولا إيران الإرادة الدولية أقوى كل شيء. نعم، الإرادة الدولية. لا، هناك شرط، هناك ما يسمى بالجيو استراتيجي تحكم العالم. تمام. يعني الدول الكبرى لديها رؤى بعيدة المدى، استراتيجية بعيدة، هي التي تحكم العالم. القرار ليس بيدي أنا كديمقراطي سوري، أنا ما أستطيع أن أقدمه لك أقول أن مشكلتي ومشكلتك لا يمكن أن تحل إلا بالديمقراطية، تعالوا نناضل معا من أجل الديمقراطية في سوريا. هذا هو الحل لدي، هذه إمكانياتي، هذه استطاعتي. أم أن أمنحك دولة نظريا، أنا أمنحك دولة يا أخي إذا كان الأمر نظري. إذا الحكي يعني أستاذ حسن، يعني الدكتور عم نحكي الواقع، خلينا نكون واقعيين. العرب نفسهم مخنوعين، يعني لا حول ولا قوة لهم. يعني نعم، يعني تقول لي يا أخي أريد أعطيني دولة، يا أخي أنا كيف بدي أعطيك دولة؟ أخ سليمان، وأنا أقول طالما هذا هم إمكانياته، فلذلك لا نقدر نربط مصيرنا مع ديمقراطية، وهذا ديمقراطية ربما لا يتحقق ل1000 سنة. فلذلك نحن شعب لنا حقوق، ونطالب من كل الشرفاء العرب، من كل الديمقراطيين، من كل أصحاب القيم والمبادئ، أن يكونوا عونا لنا، يقفوا معنا، يتبنى قضيتنا. نحن قضية شعب، قضية عادلة، قضية حقوق، قضية إنسانية، قضية ديمقراطية، قضية جزء من نضاله كديمقراطي، كيساري، كعلماني. فلذلك نتمنى من الجميع أن يكونوا معنا في نضالنا العادل يعني والمشروع. دكتور أكسم، أنا جدا سعيد بالنقاش مع حضرتك، مع الأستاذ حسن، ولكن الوقت داهمنا. أسئلة كثيرة كانت بس أريد أن أقول أستاذ حسن، أنا يعني مع كل احترام لك، يعني عصبت شوي بعتذر، لكن أختلف معك كليا فيما تقوله وفيما تتبناه.
الاختلاف نتمنى أن لا يصل الاختلاف إلى اختلاف. لا يوجد عفوا اختلاف، لا اختلاف. وأنا أدعوك وأدعو كل الشرفاء وكل الديمقراطيين أن يكونوا عونا ودعما لقضيتنا لشعبنا المظلوم إن شاء الله. وهذا اللي طلبنا منكم. ونحن شعب، نحن اللي نتعرض للإرهاب، للقتل، للعنصرية، للشوفينية، لطمس الهوية. يعني نحن اللي شو اسمه ضحايا لهذه السياسات. معنا دقيقتين، آخر دقيقة للدكتور أكسم، آخر كلمة تقولها. لو وضعنا سوريا في ميزان حقوق الإنسان ما حكينا عنها. لا، حقوق الإنسان حكينا بشكل عام، يعني الوقت دعمنا، بس باختصار، هل سوريا القادمة هل سوريا القادمة ستكون لأناسها ولا لأنظمة ديكتاتورية أخرى، لمعارضتها التي هي أكثر ديكتاتورية من ديكتاتورية بشار، أم ماذا؟ يعني أريد أن أحكي بضعة كلمات. الآن هنا للسنوات القادمة القليلة ربما تمر سوريا بظروف صعبة، وحتى بحكومة انتقالية لن تكون ديمقراطية كما نريدها. أنا أرى ذلك، لكن ربما فيما بعد، ربما سنوات 15 سنوات قادمة، أنا أعتقد أن سوريا ستكون جمهورية سورية برلمانية وديمقراطية لجميع مكوناتها. نعم، فيدرالية. لا يمكن أن تكون فيدرالية. سوريا لا يمكن أن تكون دولة مركزية نصاب. دولة فيدرالية لجميع مكوناتها، تحترم فيها جميع المكونات الموجودة، وأيضا هناك يجب أن يكون هناك تآلف فيما بين جميع هذه المكونات على أرضية الديمقراطية والمساواة والعدالة. وأنا أحييك وأعدك بأن نتمم هذا الحوار الجميل لكي نكسب أصدقاء جميلين مثلك كثر في سوريا، لتكون في حوارات أجمل. أستاذ حسن، بآخر دقيقة لك آخر كلمة، ماذا توجهها لكل السوريين بكل مكوناتها، لشركائك في الوطن؟ ما مستقبل سوريا يعني؟ أول شيء أنا أطالب شعبنا الكردي والأحزاب السياسية بإزالة هذه الخلافات وهذه الصراعات وهذا الإنكار وهذا الإقصاء لبعض. أتمنى أن يكون كرديتي هي القاعدة الأساسية لحل خلافاتهم، وأتمنى لكل العرب الأخوة العرب، يعني ليس حسبك وإنما كرديتي كفكر قومي. كرديتي يعني كفكر قومي كردي يكون أساسا ومنطلقا وقاعدة وبوصلة لحل خلافاتهم على أساسها مصلحة الشعب الكردي، مصلحتنا وين. أتمنى أنه يجتمعوا على هذه الكلمة يعني. فأتمنى من الأخوة الديمقراطيين والشرفاء العرب أينما كانوا يكونوا دعما وسندا لأخوتهم الأكراد. نحن أصحاب قضية، أصحاب حق، أصحاب حقوق مشروعة. نتعرض لهالهجمة منذ أكثر من 60 عاما يعني. فنتمنى أنه يكونوا منصفين معنا، يكونوا يعني يحسوا بآلامنا كشعب. فهذا طلبي من الأخوة العرب الديمقراطيين، يكونوا يرفعوا صوتهم عاليا، يكونوا عندهم موقف حاسم وصريح ومبدئي. فهذا طلبنا. واحد ما تطالب به هو الدكتور أكسم نعيسة. نعم. صديق عزيز وأخ صديق للشعب الكردي وأخ عزيز لنا جميعا. نتشرف فيه ونتشرف بكل أمثاله يعني. تسلم، الله يسلمك. بالنهاية وأنا تشرفت بكم جميعا بمشاهدين الكرام. بالنهاية لابد أن نعتذر أولا لكل من لم نستطع الإجابة على أسئلة كثر. تحيات كثر جانا في كوابكر، في كثيرين الآن بيحيونا وبيحييكم دكتورنا العزيز. للأسف الوقت لا يسعنا. بالنهاية نعدك أستاذ حسن أن يكون لنا لقاءات أخرى سواء إعلامية أو حوارات تكون ممهدة لحوار وطني سوري حقيقي يعني. الله يزيدكم شرف. وبالنهاية لا يسعني إلا أن أشكر باسم مشاهدينا
جميعا نشكركم دكتور أكثم عيسى، الشخصية السورية المناضلة المعروفة والصديق الشعب الكردي. أهلا وسهلا، نورتنا دكتور أكثم. تسلم تسلم تسلم. أستاذ حسن شيخو السياسي الكردي المعروف، نورتنا أستاذ حسن. أهلا بك وتشرفنا، وأتمنى لكم كل التوفيق في مساعيكم في هذا المهمة الإنسانية لإبراز الفكر الحضاري الديمقراطي الإنساني وللتوعوي لشعبنا بشكل عام. ولا يسعني بالنهاية إلا من الشكر من وراء الكواليس، الأستاذ ومعلمنا الغالي باضيماني عبد الباقي الحسيني وخورشيد علوي، وكل الشكر لكم، وانتظرونا في الخميس القادم. ولا تنسوا أن أريد أن أنبهكم بعد تقريبا نصف ساعة من الآن ستكون حلقة خاصة على فيث تي في حول حقوق الإنسان. نتمنى لكم متابعة شيقة. ابقوا، خلي عيونكم في شاشة طيف تي في. مرة أخرى أشكركم وإلى اللقاء، وتحياتي لكم دكتور أكثم، ودمتم جميعا بألف خير.